Hello. One people, one nation. Hello, Madud, one people, one nation. I love you too. Hello, Ngong. Moses Ball. One people, one nation. Just 5 minutes. Thank you. We are one people, one nation. No choice. Hello, Finland. Julia. Justin. يضحك. One people, one nation. James. Hello, Joquel. عندنا أخبار جميل. Good news. Believe me. Hello, Susanna. Matthias, Galwak. Piop. Oh, Finland. Weye. أنينا يا ودي يا أكيد ما في مشغول شوية بصراحة كده، لكن عندي أخبار كويس. داير أقول للناس one people one nation. أهلا وسهلا ناس فنلندا. بحبكم شديد، نجيكم إن شاء الله. تعالوا نزير أخوانا دنمارك ما قريب يا جماعة. my goodness. أخبار جميلة جدا، أخبار كويسة، يعني ما في كل شيء تمام 100%. أخبار جميلة جدا جدا. وما بطول معك. تعالوا يا أخوانا، تعالوا لأنه عندي أخبار كويسة عاوز أقول لكم. نحن دائما one people one nation. برنامج بتاعنا برنامج بتاع السلام. نحن ما عندنا نتدخل في النزاعات السياسية، لكن بنحاول نفهم مواطنين الحقائق. جماعة بلدنا ده شفتها ما ممكن يمشي قدام بدون الحقائق. يعني أنت ما تشجع زول عشان من قبيلة بتاعك، ما تشجع زول عشان من ورا الهلة بتاعك. دايما حاول تقول الحقيقة because this country we all fought for that. يعني we all lost and we all contribute. So أنت ما تقول لو أخوك شغال في national security، لو أخوك شغال وزير، ما تقول خلاص حكومة حقيقة كده. أنت دايما تحاول تقول الحقيقة. you see، لأنه البلد ده بلد حقنا كلهم. الأخبار الجميلة يا جماعة، عندي أخبار كويس. the good news. أنا بعرف كنت بفرج في فيديو بتاع المناضل الكبير توماس شريلو في كندا. يعني the good news توماس غير لغة بتاعه عديل كده بسرعة كده. يعني أول خطاب بتاع توماس بيختلف تمام من أنا عملت compare and I find out that
الفيديو بتاع توماس في كندا اثبت انه توماس فعلا هو جنب بتاع الدكتور جون. نحن يا جماعه زول الكارد بتاعي توماس كارد بتاعنا في علي في اي كوتا. ومبارك قال كلام مهم جدا، قال هو كان مسؤول من التسع عذاب، وفعلا الجيش بتاع اي كوتا كان مكون من 9 عذاب بما فيهم الصادق المهدي، وتوماس كان مسؤول من الجيش ده كلها. وقعدنا يعني اصعب حروب في شرق السودان بما فيهم كسلا، بما فيهم عمل كوري بجيت بتاع توماس، وكان هيد كوارتر بتاع توماس كلها ولا دينكا بصراحه كده. فمباري توماس في كندا قال كلام جميل جدا بانه يعني الحزب بتاعه الحزب الكلاس الوطني بالعربي هو حزب تكوس جنوب السودان كله. وقال كلام جميل جدا لناس، وانا مبارك في ناس انا شفته قاعدين مع توماس، لناس انا بعرف يعني ناس عنصريين بدم، مجموعه منهم قاعدين في النرويج ومجموعه ثانيه قاعد في كندا. لكن يعني the good news توماس يعني قال للناس بالحرف بانه الدينكا زاد مظلومين. الدينكا انت ما تقول انه حكومه ده بتاع دينكا، الدينكا زاد مظلومين. وضرب مثل بالحي، قال انتوا امشي بيت البيت بتاع سلفا كير ميادي ما بتلقى ولا شارع. وقال لي امشي ليجي ستيت الناس ما عندهم اي حاجه. فقال انه الحكومه ده ما حكومه بتاع دينكا، قال لهم الحكومه ده فيه وانيكا وفي دكتور مارتن نيليا وفي لينو مكنه وفي تعباندي ديل ما ولا دينكا. وهناك عندك الوكام بتاع سنتر وويست اكواتوريا all of them كلهم اولاد اكواتوريين. فلينت لهم دينكا. يعني انا اتكيفت ومعه مجموعه معروفين بعنصريين، يعني ناس بيشتموني في فيسبوك طلعني انا مجنون وما اعرف، انا ما اعرف انزل هيتعامل كيف مع توماس. فانا بقول لتوماس ده اللي هو الحقيقه. توماس بكل صراحه وراحه يعني من احسن جنرال بتاع جونجرن، ومن احسن واحد لقى فرص جونجرن ضرب توماس تدريب. يعني ما في واحد من اولادين جونجرن دبر زي ده حقيقه بقوله. فتوماس مباري ستيتمنت بتاعه في كندا في الاسبوع اللي فات وانا شفت الفيديو ده ستيتمنت فعلا ممكن يعني حتى اولادين اللي عندهم رغبه ممكن يعني ده ويلكم يضم لتوماس، لان هي هذه حزب قوميه. نحن انا قلت قبل كده انه الناس العنصريين في جنوب السودان ما عندهم مكان. الناس بتطالب بالجمهوريه بتاع بكا، جمهوريه بتاع دينكا، جمهوريه مار بتاع الناس زي ده ما عندهم مكان في جنوب السودان. كلامنا نحن جربناه في 64 في حزب كان كون انفسهم وسموا انفسهم انه اولاد اكواتوريا كان قال لجوزيف لاغو يا اخي نحن ما دايرين النيانيا ده بكلم كلنا الجنوب وي دونت وانت ذات. فهم عمل كون حزب ده، وحزب ده يستمر 3-4 سنوات وفشل. برضه في واحد زي نحن جربناه اللي هي بعد ما رياض مشار انفلت من الحركه الشعبيه مشى كون مجموعه بتاع وسموها مجموعه بتاع الناصر، ولا ما قال برضه طلع من الحركه وسمى مجموعه بتاع الفشوده يعني قبائل. اوكي اما جون جرن انسان وطني فكون مجموعه بتاعه سموه مجموعه توريد، لان توريد هذا منطقه تاريخيه بالنسبه لجنوب السودان. وعشان كده كل الجنوبيين مشي مع اس بي ال ام اللي هي بغير جون جرن وسلفا كير مياديد وكده، ورفض لما قال ورفض الحزب فشوده ورفض الحزب بتاع الناصر. وعشان كده يعني الدكتور رياض مشار تعبت وجازفت ومشي خرطوم وعمل اتفاقيه للاسلام، ولكن الجنوبيين ما كان سبورت رياض مشار. ورياض لما لقى نفسه بعد مؤتمر شبه 94 الحركه الشعبيه نجحت وبقى حركه قويه وماشي يعمل اتفاقيه مع الحكومه وهيشيل الجنوب، فقام شنو اعتذر لشعب جنوب السودان وعمل اتفاقيه فرانكفورت 2002 وجونجرن قالوا ويلكم انضم للحركه الشعبيه. وكذلك لما قال لهجوا الحركه الشعبيه ليه؟ لان جونجرن كان وحداوي. فاي انسان جنوبي بقوم يكون حزب ويسمى حزب عنصري هذا انسان مصيره فشل في جنوب السودان. الجنوبيين واعيين وعلى راس من توماس شريلو توماس قال للناس العنصريين بانه ما تقول لنا حكومه بتاع دينكا مظلومين. يا جماعه انتوا مشيت دار دينكا هسه اللاجئين اللي في يوغندا ده الدينكا برضه مشي شمال اكثر من 2 مليون دينكاوي قاعد في الشمال.
فما ولا إكواتوريا فقط ياهو طلع وقاعد في يوغندا. جنوبيين كلها البلد فيها مشاكل في كل اتجاه. thousands من أولادينك فرتقوا كاسن بلدين جير فوق مدينة أول الناس كله عندهم مثلا قيام في دارفور وفي فاشر وفي خرطوم وناس تعبانين، والناس دول يموت ما تقدر تمشي لهم لأن ما عندك مواصلات توصل المكان ده. فأنا بقول لتوماس من خلال برنامج One People One Nation مبروك. هذا الأسلوب ده أسلوب الوطنية نحن دايرينه. نحن نحاول نفوكس في مشكلة. إذا كان الإدارة ما كويس نحن جنوبيين نقدر ننظم الإدارة كويس، وإذا كان الزول بدير ما كويس نحن جنوبيين قادرين نشيل الزول ده برا. وإما أساليب ربون سوا السودان والجمهورية الفلانية هذه ما أصل تاريخ تثبت بينه ما لهم مكان. لكن طبعا أي زول عنده هور يقول كلام في راسه دايرين جمهورية فلان دايرين جمهورية أوكي. بعد لما نجي في كونكلود بتاع الدولة نحن جنوبيين دائما وهداويين وما في زول بفرقنا إلا ربنا. ده الجزء الأول من كلامنا. عاوز أقول لنا one people one nation. وأنا لسه أنا بس أنا أقول أتكلم معكم تقريبا نص ساعة لأنه عندي كبر مساجل one people one nation، وحتى التعليقات أنا ما أقدر أناقش. ما عجبني في كتاب بتاع توماس لشعب جنوب السودان في كندا، كان بيقول نحن ناس SPLM particular نحن يوم لما نجي في هلا اقسم بالله اللي بدينا اكل ولا بدينا ملابس ده هو طريقه نحن عملنا 20 years في تجاه بتاع اكواتوريا باركزال على النيل. نحن نخش في المدن نمسك المدن ما في زول ياكل بيض تاع الجداد. لكن ما حصل يوم واحد سمينا يوم انه جاي شعب وكش في حلا ويحرق البيوت يتهم مواطنين انهم مواطنين لانهم ملاكات ما خوارج اخرى. الشعب لما يكون ملاكات مع الجيش الشعب بوري كلها اسرار. عشان كده يوم انا قلت من احدى البرامج بتاعي بانه ناشونال دايلوج الناس اللي حكومه ورسوله في الاكاليم عشان نمشي نعمل ناشونال دايلوج. انا في رايي انا ده كسار دار قروش. ليه؟ انت ما بتعمل دايلوج مع المواطن، بتعمل دايلوج مع زول عنده سلاح في يده. نحن كنا في راجع يا جماعه، كنا في راجع بنجي بنراعي مواطنين في السوق بنقول لهم يا اخي الحكومه قال كده والحكومه قال كده، وهم بسمع لنا. بالليل بيجي كواري او الراجع بكوش في مدن بالليل والمواطنين بوريهم الاخبار والمواطنين بمد لهم الاكل. ايانا كان في خطر لانه السلام مع المواطنين ما بيعالج مشكله. انت دائما تعمل السلام مع زول اللي عنده سلاح. الزول اللي عنده سلاح ده ياهو لما تعمل معه سلام اوتوماتيكالي السلام بتاع المواطن بيجي. فنحن وجودنا في راجع كان خطر. وحتى يوم الهجوم يوم 16 شهر 6 2016 يعني لانه علاقاتنا كويس مع المواطنين. المواطنين ياهو جاب لنا خبر وقال يا اخي انتوا عملوا حسابكم ساعه 2 هيكون في هجوم. وفعلا ساعه 2 يعني الهجوم بس يتأخر بساعة ونص، لكننا كنا مستعدين ساعة 2 لمينا حاجاتنا وجاهزين. الخبر ده جاب لنا ما جاب لنا الجيش، جاب لنا مواطنين لأنه علاقاتنا كان كويس في راجع. نحن فترة نحن موجودين في راجع ما في مواطن مظلوم، ما في زول شاكلنا ولا في زول كان يعني خايف انه وجودنا في راجع كان خطر. كنا بنديم احترام. نحن مواطنين عاديه بنشرب شاي في قهوه ما دون مشكله، ولانه علاقاتنا كان كويس وهم كان بيمدلنا معلومات. اوكي، وعشان كده طلعنا في راجع بسلام. It is important. انت عسكري ماسك السلاح لازم يكون علاقاتك كويس مع مواطن. حياتك في خطر لو انت ضد مواطن، لانه المواطن ده ممكن يعمل لك شبكه ذاته، يكون لك سم في الاكل، يكون لك سم في المويه. اوكي، يقول للناس انه خوارج بجاي. فتوماس مبارك قال كلام مهم جدا، ولكن عندي اصل كثير داير اسال توماس لان هو المسؤول مسؤوليه مباشره من تدريب الجيش. وتدريب الجيش ياو مهل ده عسكري بيلقى فيها معلومه. انت التعليمات بتبدا في مركز بتاع التدريب، فانت بتدرب الناس الذهني والفكري
وتوريم الاستراتيجي بتاع الدوله، فهو مسؤوليه مباشر. ولو في اللوم توماس كمان must be blamed. ففعلا نحن انا نقص الحلقه خاص ونتكلم مع شعب جنوب السودان، ونعمل انفيتيشن لكل زول بمفهوم القواعد بتاع الجيش الشعب في جيبوا ناس مسؤولين. هنتكلم لايف فعلا هل الجيش الموجود هسه حاليا اس بي ال اي ولا ده جيش جديد؟ ولو جيش جديد وين اس بي ال اي؟ فده موضوع ما نناقش الليله، ولكن انا دي كبر مهم جدا. انا داير الناس تجي عشان انا اوريكم، بيكوز بدل ما انا اتكلم تلفون مع زول ونوريه انا فعلا تعبان، تلفون شغال 24 اور يبن برضه على حساب الاطفال. وكان كده انا فضلت انه الكبر ده نريه لشعب one people one nation من خلال لايف. لكن الكبر ده تدي لكل زول، لأن كبر مهم جدا جدا لكل شعب جنوب السودان في خارج وفي داخل. ده حقيقة ما كان عندنا تمييز، ده من اكواتوريا ده من شلوك، اصل بس اسمه كمرت. طيب كبر كلاتي اخر تطورات بالنسبه لقضيه بتاعت جنرال مالونج ورئيس سلفا كير مياديت، وصل لطريق غير مسدود او طريق مسدود بصراحه كده. الاخبار مبارك بيقول انه القضيه ده كذا حلوها، موضوع انتهت، وحتى الديفنس مينستر والمنيان قلل الموضوع بينه الموضوع ده ما له أهمية. كلامنا كله ما صح. الصح لسه القضية معلقة. أولا الوفد رسلوه لجنرال مالونج، طبعا جنرال مالونج رفض إنه ما يعمل ميتنج مع رئيس، لأنه أوريدي ما في شيء جديد، ولأنه هو قال وقت رجع من يورول. طبعا الرئيس وعده قال يا مالونج أنت مشيت وما ادينا فرصة عشان نتكلم معك وأنت أرجع، والمرتين انت برضه عيان ما كنت تمشي يرول، لازم ترجع تجيبها تاكل العلاجات كويس وبعدين تمشي بيتك ما في مشكله. طبعا رجع، ولما رجع اول ميتنج هم قاعد في الميتنج ده ما يتفقوا في الميتنج، ورئيس قام من الميتنج وقال للناس خلاص انا ماشي وانا اتصل بمالونج. فالراجل اللي قاعد منتظر الرئيس في خلال 6 شهور من شهر 5 وحتى شهر 2 موجودين فوق ده، الى ان الرجل فاجأ بجيش حول البيت وتعليمات بأنه لازم يجرد الناس من السلاح، وهو بالنفس ذاته لابد أنه يمشي مع الجروب دو تعليمات. طبعا هنا حصل نقاش بيناتهم، وكان النقاش يعني النقاش ما في اتفاق. المهم ناو جنرال سلفا جنرال بول مالونج رفض انه ما يقابل الرئيس، وطلب الوساطة من الأمم المتحدة وإيجاد بأنه هم يكونوا طرف الثالث كطرف محايد عشان يحل مشكلة ما بينه وبين الرئيس، لأنه هو من خلال 6 شهور ما في اتصال بيناتهم، وفي النهاية فاجأ بأنه الجيش حاول وكده. جنرال بيقول إنه إذا العساكر ديل الماو حسن 72 نفر ديل لو نازل يمشي وداتهم بدون ما يسجنهم بيكون كويس، لكن طالما انهم عشان يسجنهم فنازل اصلا ما عنده نظام دي الاوراق بتاعه، وهو المفروض يتحمل المسؤوليه. فده نقطه هو قاعد يتكلم فوقه. هنالك الكلام هو عمل امبارح، وطبعا طلب من الامم المتحده كتب جواب لهيد كوارتر بتاع يونمس ان ساوث السودان، واحد اسمه ديفيد شارع، بينه وديفيد ده مباشرة يكون في وساط ما بينه وبين الرئيس على أساس إنه يهل حكاية سوى تفاهم بينه وبين الرئيس. طبعا مالونج بيقول إنه حقيقة الرئيس صديق بتاعه و all of them they are hero for long time، ولكن
يبدو لي انه في سوء تفاهم بينه وبين الرئيس، فهو طلب من الناس مجتهد مباشر انه يتدخل عشان يحسن الموضوع ده، ناس مجتهده وناس قاعد. فديفيد سلم جواب من كاميرا مالون. داير اوريكم انه ناس ون بيبل ون نيشن. ديفيد شارع ده هو يعني من اوروبا هنا، هو من نيوزيلاند. نيوزيلاند ده قريب معانا مسافه ساعه ونص. وراجل شغال 20 سنه 20 years في يو ان. هو كان في صوماليا وكان في كوسوفو هنا، وبرضه ودوه ملات كتير جدا. افغانستان 20 years شغال في حل النزاعات بتاعت الامم المتحده، بتاعت اللجنه بتاعت الدول. اخر حاجه كان في العراق 92. فرجل عنده خبره جدا جدا، عنده ماستر في بزنس. فراجل عنده خبره جدا جدا، ونثق في انه في ديفيد شارع انه حقيقه لازم يحل المشكله ما بين البريزيدنت سلفا كير مياديد وجنرال مالون. المهم من خلال الجواب ده مالون وضع فوق بانه هو ما قطر على جنوب السودان، وهو ما عنده انترست على سلطه ولا عنده فكره ذاته، على اساس انه يعني تحصل مشاكل ما بينه وبين الرئيس. واكد في جواب انه اساسا الرئيس صديقه، ولكن في سوء تفاهم، وسوء التفاهم ده وصل لدرجه انه يعني صعب كلام بيناتهم، وعشان كده طلب وساطا من الامم المتحده والايجاد. الحاجه دايرين نقول له ون بيبل ون نيشن. في جروب في داك الجي 1 وبالذات في هيد كوارتر، هذه جروب بولا نار. هذه جروب دايرين قبائل شاكل في صراع كده، مجموعه معين. هذه المجموعه بيقول للرئيس مالون ده لازم يعمل كده، ولو ما عمل كده حاسه لا مالون ده ما بديك احترام وكده. ده منو بضحك مالك صدحك عليها كاميرا. شنو الناس الفضايح انت ما عندك اسره في جوبا ولا شنو؟ ما عندك فاميلي هناك؟ believe me. يعني لو نحن ما لما بس كده ناخذ مثال قبل ما نكمل كلامي. لما نحصل في شهر 7 شهر 6 اقصد يوم 7 الحرب ما بين الرياض وسلفا، الناس تضرر كثير. ده اكواتوريا. انت take this issue very seriously. الناس يتضرر في داخل الجبهه ده ناس اكواتوريا. اوكي، الناس مناطقهم بعيد، رياض منطقه بتاعها بعيد في عالي النيل، وسلفا هو هناك في اخر الدنيا. مناطق ديل فيه سلام، لكن الناس بتضرر هناك جوا. فالمفروض ناس جوا ده يتدخل ذاته ويعمل مظاهرات، يقول هنا ما دايرين مشاكل. يعني don't love. It's not funny actually. الموضوع اكتر من كده. هنالك في جروب في داخل جي 1 اقصد في داخل هيد كوارتر بيلفام. هذه الجروب بتعمل اجتماعات كل يوم، بيقول لسلفا كير ميادي لابد انه مالون ده يجرد بالصلاه كان داير شغل نفس الشاكل، والا مالون ما بديك احترام. يا جماعه الاحترام ده بتطلب بقوه. مالون والرئيس اصلا عندهم علاقات كويس مع بعض. والجروب ده انا ما اعرف داير سفير ليش شنو. انت انسان مسؤول، ما شجع فوضى يا اخي. انت نحن ما قعدوا مع بعض. والحكايه انه وصل لدرجه انه هذا جروب بيمشي يجيب جيش من برا. الليله برضه جاب جيش جديد، وانا ما اعرف حاجات ده رئيس سلفا كير عنده علم ولا ما عنده علم. يعني هذا الجروب ناو بيجا هم وصل لقناعه بانه الجيش الموجود في جوبا كله رافض اسلوب بتاع استعمال القوه ضد مالون، وبالتالي هم بيمشي يجيب الجيش من برا. قبل يومين جاب طيارات من مورلي بيبور. ناو الليله برضه جاب الجيش من تجاه بتاع بارك غزال. هذا اسلوب ما اسلوب الناس دايرين استقرار في البلد. يعني انت مجرد موظف لفتره محدده، انت ما تملك جنوب السودان للابد. فانت بفتره انت مسؤول. هذا داير تولى النار وداير يعني الناس تموت. انت هتستفيد شنو من الكلام ده؟ لو انت داير السلطه ما خلاص يا اخي قول للرئيس انا داير السلطه. انت عامل لك يزف ولا من خلال اس في ام تعال عشان تحكم جنوب السودان. انستيد تولى النار ما بين الاصدقاء. سلفا ومالون هم ما عندهم مشكله. وطبعا الشيء اخر كلام كان اجتماع ما بين الامم المتحده ورئيس سلفا، وسلفا وعد الامم المتحده بانه هيحل الموضوع ده، الا انه مالون فقط راعى بانه الحل بينه وبين الرئيس
ما بتجيب اي نتيجه، وبالتالي طلب الوساطه من الامم المتحده وهي قاعد على اساس انه هي الموضوع ده نهايا. ونحن زادوا بالمناسبه عاوزين الموضوع ده تنتهي يا اخوانا عشان نتفرق لحاجات ثانيين. نحن الناس ما قاعدين ينوم جوا. السبب لان عندنا اسره هناك في جوبا. في 2013 تضررنا في جوبا، ثاني 2016 ده برضه كان في خطوره لاخواننا في جوبا. اكواتوريين موجودين في جوبا حالنا، هم شعب ون فيفا ون نيشن. القبائل الاخرى موجودين في جوبا برضه شعب ون فيفا ون نيشن. وكل مره الاصل الثقيل يعني اصل ده جابوا لك من اخر الدنيا عشان يضرب بها الجنوبيين يا ناس. فالجروب ده نحن عاوزين الرئيس ينتبه على الجروب ده. هذا الجروب مخططين بانه بيقول للرئيس اخي الناس انت حاصل لو تنازلت ملون ما بدي ريسبكت. الريسبكت ما بطلبه بقوه، وما شيء اللي انت ممكن تستخدم قوه. ملون بيحترم الرئيس ورئيس بيحترم ملون وهم اصدقاء، ونحن عاوزين الموضوع ده تنتهي بسلام. ده كان اخر كبر عشان ناس ون بيبل ون نيشن. ناس كثيرين بيسالونا في شنو الحاصل انه كامرد ملون وطلب وساط من الامم المتحده والايجاد ورفض مقابل مباشر للرئيس، خوفا بانه يعني النقاش بيناتهم ممكن يعني تودي الى المشانات اخرى ومشاكل. وملون اكد في البيان بانه هو ما عنده انترست في سلطه ولا عنده فكره ذاته في شكله، بس فقط ما داير الناس تستخدم القوه. لانه في الورقه مكتوب بانه الناس دي يشيلوها يمشي يدخلوا من السجن، وطبعا السجن بتاع الجنوب معروفه في ادعامات وفي مسائل كده. فحمايه للعساكر الماو وطلب انه القضيه دي تحلو بسلام. فده كان اخر تطورات في جنوب السودان. الوضع لسه معقد، الدبابات لسه موجودين في بيت قبر الملون. نحن نطالب رئيس الجمهوريه انه يدي فرصه للدكاتره عشان الدكاتره طبعا يحاول يعمل شيك اب ميديكال شيك اب لجرى الملون، لانه رجل ايام كل الكلام ده الكود بتاعنا كل الكلام ده لو اصل لا قدر الله شيء الموضوع هيكون اكتر من كده. وهندي فرصه لهم متهاده يمسك بلادنا، وهنكسر لا معارض السفير ولا الناس قاعدين جوا السفير. هم متحد لما نكون في دوله بيمسك اقل حاجه 10 سنوات، وبعد 10 سنوات الناس بيكونوا وين هسه؟ الناس دايرين سلطه حصل. الشخصيه بتاعها يكون كيف قدام شعب جنوب السودان؟ فارجوكم يعني نحن الاصوات في فيسبوك لازم يكون اصواتها سلام. وارجوكم زملائنا في ناينل سكيورتي في وحدات الامنيه اخرى، عليكم الله حافظ على البلد. احافظ على البلد، خاصه انا بدي صوت السلام لكاميرا اجوانا بانه it is important انه تحافظ بلدنا. يعني انت تكون هنا سائر على سلفه وما تدي مجال لاي شخص عشان يخليك تشاكل مع اخوك ملون. نحن اسره عمدين اول دائما we are together for long time. مدين اول ما في مشاكل هناك، ما في ده من قبيله كده ولا ده من كده. we are all Awilians، ونحن ما عاوزين نكون السبب في ان السودان يمشي في الحرب. ده كان اخر تطور بالنسبه لنا هنا. ومن هنا بدي فرصه لكم نخليكم في امان الله. السودان بخير وسلام لكل زولنا. ربنا يبارك جنوب السودان.
Shabe oye, Diviso oye, Nasa win oye, Nash Ball Malonga one, Ikush oye, Mabel oye, Pagula oye, Shabe Commando Nasuri Nash Ball Malonga one, Shabe oye, Diviso oye, Nasa win oye, Nash Ball Malonga one, Ikush oye, Mabel oye, Pagula oye, Nabda Milori, Machine ya Chica, Minakle Mabel, Shakatle Bakula, Kasha Fia Wingy Bull, New Kush oye, Commando oye, Tiger oye, Nabda Milori, Machine ya Chica, Minakle Mabel, Shakatle Bakula, Kasha Fia Wingy Bull, New Kush oye, Commando oye, oye, Nabda Milori, Machine ya Chica, Minakle Mabel, Shakatle Bakula, Kasha Fia Wingy Bull, New Kush oye, Commando oye, Tiger oye, Nabda Milori, Machine ya Chica, Minakle Mabel, Shakatle Bakula, Kasha Fia Wingy Bull, New Kush oye, Commando oye,